السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وفي احسن حال ان شاء الله. زي ما حضراتكم شايفين كده يا حبايبي، هنعمل مع بعض النهاردة وصفة مميزة وحلوة جدا والكل بيحبها وبيعشقها، للتشيكن وينجز في البيت. الفراخ المقرمشة، سامعين القرمشة تحفة جدا، ولا الكفر الخارجي بتاع الفراخ شايفين ثابت ازاي؟ زي اللي بنجيبها من بره بالظبط، والطعم اجمل كمان. شايفين مستوية من جوه ازاي؟ هنعملها في البيت وما هتتكلفش كتير ان شاء الله. الطبق من ده ب25 جنيه. انا عاملة هنا كيلو ونص من الاجنحة، يعني الكيلو ب25، احسبوها انتوا حوالي 40 جنيه تقريبا. يلا ندخل على وصفتنا الجميلة دي مع بعض ونشوف عملناها ازاي. اول حاجة بجيب عندي طبق او بولة، بضيف فيها كوباية من الدقيق او الطحين، وعليها نص كوباية من النشا. تمام كده، بقلب الدقيق مع النشا كويس جدا كده، وبعد كده بنزل عليهم بالتوابل. التوابل اللي عندي في الطبق دي من كل حاجة معلقة صغيرة، ما عدا البابريكا ربع معلقة صغيرة. تمام. توم بودرة، بصل بودرة، فلفل اسود، كمون، بهارات فراخ، كركم. تمام كده، او كاري. وكمان نص معلقة صغيرة من الملح. وطبعا المقادير كلها هسيبها لكم في صندوق الوصف. وكمان كوباية وربع من المية، مية من الحنفية يا بنات. تمام. بقلب الخليط ده كويس جدا جدا زي ما حضراتكم شايفين كده، بالشكل ده كده، علشان خاطر ما يكونش فيه اي تكتلات من العجينة. خلصت خلط المكونات بالشكل ده كده، هحطها في التلاجة لحد لما اجهز الفراخ او الاجنحة بتاعتي. تمام. شايفين القوام؟ هو ده كده السمك المطلوب. عارفين عجينة الكريب يا بنات؟ زيها كده بالظبط. بعد كده عندي كيلو ونص من الأجنحة بتاعت الدجاج. اللي موجود عندك نص كيلو، عندك كيلو، اللي موجودة عندك بتقطعيها بالشكل ده كده. القطعة دي ما بيكونش ليها أي لازمة خالص، بتكون زفرة وفي نفس الوقت ما فيهاش لحم، يعني ما لهاش لازمة. بنرميها وبنتخلص منها تماما. بعد كده بقطع الكمية كويس جدا، وبغسلها بدقيق وملح وليمون وخل، وبنضف الفراخ. طبعا كلكم عارفين بتنضفوا الفراخ ازاي. بعد ما نضفت الفراخ ونقعتيها في الميه بالمكونات اللي قلناها مع بعض دي، بتغسليها كويس جدا وبتنزلي عليها بالتتبيله اللي هوريها لحضراتكم دلوقتي، اللي احنا لسه عاملينها. زي ما حضراتكم شايفين كده، انا كده غسلت الفراخ وصفيتها تماما. هنزل بالتتبيله اللي قلت لحضراتكم عليها. بتسيبي الفراخ في التتبيله دي قد ايه؟ بتسيبيها يفضل يكون من بالليل للصبح. بس طبعا لو مستعجلة وعايزة تعمليها بسرعة، ممكن يكون وقت التتبيلة ساعتين او 3 ساعات. تمام كده. تتبيلة ممتازة جدا جدا، وهتدعولي عليها ان شاء الله. بعد كده عندي كوبايتين من الدقيق وعليها كوباية من النشا. بنزل بنفس التوابل اللي استعملناها في اول الفيديو، اللي هي بتاعت التتبيلة اللي نقعنا فيها الفراخ. معايا التوابل بتاعتي: توم بودرة، بصل بودرة، بهارات فراخ. كل التتبيلة هكتبها لكم في صندوق الوصف. وكمان معلقة من البودر. تمام كده. بقلب البيكنج باودر مع التتبيله مع الدقيق والنشا كويس جدا كده زي ما حضراتكم شفتوا معايا. بعد كده بطلع قطعه الفراخ او قطعه الاجنحه، وبعملها بالشكل ده كده، ما بتضغطيش عليها، علشان خاطر تاخدي الشكل المنعكش او المكرمش اللي بيكون حلو جدا، اللي احنا كلنا بنحبه ده. تمام. طبعا هوريكم طريقه دلوقتي اسهل من دي كمان، وانا بصراحه برجحها عن الطريقه دي، بس انا حبيت اوري لحضراتكم الطريقتين. حابه تحطيها في التتبيله مرتين كده وتطلعيها على الدقيق، تمام خالص. حابه تعمليها مره واحده براحتك، بس انا بحب اعملها مرتين علشان خاطر الكراست الخارجي او الكفر الخارجي ده يكون تقيل شويه، انا بحبه كده. تمام. بالشكل ده كده يا بنات. شايفين شكله عامل ازاي؟ نفس اللي بنجيبه واحسن كمان. تمام كده.
بتكملي العملية كلها بالطريقة دي كده. طبعا في المرحلة دي لو عايزة تفرزي الفراخ بتاعتك بتفرزيها. ممكن كمان طبق التتبيلة بالفراخ دي برضو تفرزيها وتطلعي تحطي في الدقيقة على طول، براحتك خالص. يعني عندك طريقتين، ممكن تطلعي من الدقيق بالشكل ده كده زي اللي على الصينية اللي حضراتكم شايفينها ده كده، وتحطها في الفريزر وتعبوها في اكياس. كده بتكون جاهزة على التحمير على طول. وممكن تحطوها بالتتبيلة من غير الدقيق. تمام كده. تعملوها بالشكل ده كده، ما بتضغطوش عليها. حابة تعمليها مرتين، حابة تعمليها 3، حابة تعمليها مرة واحدة، براحتك خالص. وطبعا كمية الفراخ اللي انت حباها. مقدار التتبيلة دي والدقيق ده مظبوط جدا على كمية الفراخ اللي انا عاملاها. يعني ما هيتهدرش معايا حاجة من المكونات دي. انت حابة مثلا تعملي نص كيلو، اقسمي المقادير كلها. تمام كده. شايفين بقى الجمال؟ تحفة جدا جدا. طبعا الاولاد بيحبوها واحنا كمان بنعشقها. بتقدميها جنب شوية رز بسمتي، رز اصفر يعني. بتقدميها جنب مكرونة سباجيتي، جنب اي حاجة. بعيش كده وسلطة وطحينة ما بتقولش لا، وشوية بطاطس محمرة. وجبة متكاملة وحلوة، والاولاد هيفرحوا بها جدا. تمام كده. دي كده الطريقة التانية، بتجيبي كيس تلاجة وبتحطي فيه شوية من الدقيق وبتعملي الفراخ زي ما شفتوا كده. شايفين بقى بتطلع عاملة ازاي؟ تحفة جدا. انا بصراحة هكمل الكمية كلها بالشكل ده كده، هعملها في كيس التلاجة. شايفين بقى الجمال؟ دي كده التموجات او الكرمشة اللي بنحب نشوفها في الفراخ اللي بنشتريها من بره، اللي هي التشيكن وينجز اللي بتيجي من بره، او الفراخ الكنتاكي. طبعا الطريقة دي ممكن تعملي فرخة على بعضيها، بتقطعيها 12 قطعة او حسب حجم وزن الفرخة. بتقطعيها وبتعمليها. بس انا بصراحة عملتها النهاردة بالاجنحة. وجبة اقتصادية ومفرحة للاولاد ومغذية وحلوة جدا جدا، وغير ما بنجيبها من بره كمان. يعني الكمية دي لو جبناها من بره بمبلغ وقدره. تمام كده. شايفين القطعة نفشت وبقت عاملة ازاي؟ وشكل الفراخ عامل ازاي؟ تحفة جدا. طبعا لو وصلتوا لحد هنا من الفيديو والفيديو عجبكم، ما تنسوش لايك وشير وكومنت حلو منكم تشجعوني بيه. واللي لسه ما اشتركش يا ريت يشترك في قناتي. تمام. ويا ريت تكتبوا لي من اي دولة يا حبايبي بالظبط. انا بصراحة بفرح بكومنتاتكم، وبفرح كده اللي انا متشافة في دول كتير كده بصراحة. شايفين بقى الجمال؟ اول حاجة بتحطيها في نار عالية، وبعد كده بتحطيها في نار يعني بتهدي النار عشان خاطر تستوي معاكي. يعني ما بتفضليش حطها على نار عالية. تمام كده. يعني بعد ما بتاخدي اللون وبتبدأي تقلبيها بتهدي النار تماما وبتسيبيها تستوي على راحتها. والقطعة اللي بتطلعيها بتحطي مكانها قطعة تانية. تمام كده. بتطلعيها بقى ايه، مش على مداد المطبخ، بتطلعيها في مصفى علشان خاطر تفضل مقرمشة معاكي. وده كده بيكون الشكل بتاع الفراخ بتاعنا يا حبايبي. شايفين عاملة ازاي؟ تحفة جدا جدا ومقرمشة، ويعني ما شاء الله. شايفين بقى الجمال؟ ومستوية جدا، يعني ما فيهاش اي حاجة من جوه، مستوية تماما. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ولو عجبكم ما تنسوش لايك وشير وكومنت حلو منكم يا احلى اخوات في الدنيا كلها. مع السلامة.